الفيلم بيبدأ مع واحد اسمه روس بعد ما بقى رئيس أمريكا، وهو واقف قدام الناس بيخطب ويقول لهم إنهم لازم يواجهوا التهديدات الجديدة سوا. الأخبار بتتكلم على إن روس سريع الغضب، وإنه بيتلام على اللي حصل في معركة هالكو وبومينيشن اللي دمرت هارلي، وكمان عن الخلاف بينه وبين بنته بيتي. بعد 5 شهور كابتن أمريكا بيشتغل مع خواكين وفالكون في أوهاكا المكسيك بأوامر من روس، وبيطاردوا مجموعة مرتزقة اسمهم مجتمع الأفاعي بيقودهم سايدويندر. كابتن أمريكا بيروح وراهم لحد كنيسة وبيستخدم جناحاته والدرع في القتال، بيقضي على مرتزقة وبيروح ينقذ رهائن من سايدويندر، لكن واحد من البلطجية الكبار بيعطله وبيهرب سايدويندر. في نفس الوقت خواكين بيلبس بدلة فالكون وبيطارد مرتزقة تانيين وبيمنعهم يسلموا طرد لمشتري غامض. سام بيخلص على آخر واحد وجواكين بيستلم الطرد. بعد كده بيرجعوا لأمريكا ويبلغوا روس إن المهمة انتهت، وبيروحوا علشان يتدربوا مع إيزايا. سام بيجيله اتصال من روس علشان يحضر مناسبة في البيت الأبيض ومعاه خواكين وإيزايا. إيزايا مش مرتاح لفكرة إن سام يشتغل مع الحكومة، خصوصا بعد اللي عملته فيهم قبل كده، لكن سام بيحاول يطمنه إن الدنيا بتتغير. بيروح المناسبة وسام بيقابل روس لوحدهم وبيتكلموا عن إعادة تشكيل الأفينجرز وسام يبقى القائد الجديد. سام متردد خصوصا بعد موقف روس من اتفاقية سوكوفيا، لكن روس واثق إنهم يقدروا يشتغلوا سوا. روس بيخطب قدام الحضور عن جزيرة السيليستال اللي ظهرت بعد أحداث إترينالز، واللي اكتشفوا فيها الأدامانتيوم، وهو نفس الطرد اللي سام وخواكين جابوه. روس بيقول إنه بيعمل معاهدة علشان يوزعوا العنصر ده بين الدول، وفجأة أغنية مستر بلو تشتغل. إيزايا ومعاه 4 رجالة تانيين بيتخدروا عقليا وبيحاولوا يغتالوا روس. مستشارة الأمن القومي بتقع 4 منهم، وسام بيجري ورا ايزايا لحد ما بيرجع لعقله. ايزايا خايف يتسجن تاني، لكن سام بيقنعه انه يستسلم. روس مقتنع ان ايزايا كان متواطئ، وسام بيحاول يقنعه انه كان متحكم فيه. روس بيقول انه مش ستيف روجرز وما يصحش يكون في التحقيق. سام بيروح لايزايا في زنزانته وبيحاول يطمنه، لكن ايزاي بيقول له انه فقد الامل ومش عايز يشوفه تاني. سام بيطلب مساعده خواكين، وخواكين بيشوف من كاميرات المراقبه ان ايزاي والرجاله التانيين كان على موبايلاتهم لمبه بتنور قبل الهجوم. سام بيتهاجم من سيدويندر اللي جاله امر بقتله، لكن سام بينجو وبيقتله. ولما بيغلبوا سام بياخد موبايله علشان يعرف مين اللي مأجره. روس بيتكلم مع زعماء دوليين والكل بدأ يفقد الثقه فيه، وده بيهدد المعاهده. سام وخواكين بيتتبعوا التليفون وبيروحوا مكان اسمه كامب ايكو 1 في فيرجينيا، بيلاقوا معمل فيه معلومات جينيه عن ناس كتيره منهم ايزاي. بيقابلوا سمويل العقل المدبر وبيقول لهم انه عايز ينتقم من روس. بيحبس سام بجهاز ويسيبه هو وخواكين قدام المرتزقه وبيقاتلهم، وفجاه روس بتظهر وتساعدهم. وهم ماشيين الشرطه بتهجم عليهم، لكن اغنيه مستر بلو بتشتغل تاني والشرطه بتتحول وبتحاول تقتلهم. سام بيرمي درعه وبيوقعهم وبياخدوا عربيه الشرطه ويهربوا. روس بيقابل رئيس الوزراء اليابان اوزاكي اللي برضه فقد الثقه فيه. روس بيبدا ينفجر داخليا من التوتر، وعميله الخدمه السريه بتحاول تهديه. سام بيروح لدينيس زميله في الجيش علشان يحلل الاقراص اللي لقاها في المعمل. بيروح كمان لسايدويندر وبيطلعه علشان يعرف منه عن ستيرينز. ستيرينز اتعرض لدم بروس بانر، وروس حبسه كمخ للعمليات بعد ما حقنه بجرعات جامد، وده سبب له تشوهات في المخ. واللي حصل كله كانت خطه علشان يدمروا المعاهده. دانفي بيقول لهم ان روسيا واليابان بعتوا سفن حربيه علشان يستولوا على الجزيره. سام بيواجه روس، بيعرف منه انه كان بيموت بكسور في القلب، خلى ستيرينز يصنع له حبوب جاما ينقذه. روس عمره ما ساب ستيرينز علشان ما يفضلش من غير علاج. ستيرينز يقتل اميرال ويسيطر على طيارين اف 18 علشان يهاجموا الاسطول الياباني. كابتن وفالكون بيتدخلوا وبينقذوا الطيارين، لكن خواكين بيتصاب وبيغرق في البحر. سام بينقذه وروس بيتجنن من اللي بيحصل. ستيرنز بيتصل بيه وبيقول له انه بيعد اللحظه اللي ينفجر فيها. الفريق الطبي بيحاول ينقذ روس، لكن اليابانيين بيوصلوا معلومه ان كابتن امريكا انقذه. سام بيروح للمستشفى يشوف خواكين، وبيجيله بوكي يدعمه نفسيا. ستيرنز يقتل دانفي بالجهاز بعد ما عرف موضوع الحبوب. روس بيتكلم مع الاعلام، وفي نفس الوقت ستيرنز بيستسلم وبيقول لسام ان اخر خطوه في خطته هي كشف روس كوحش. روس بيفقد السيطره والجامه بتتفاعل مع جسمه وبيتحول لريد هال، بيبدا يدمر كل حاجه، والاس اس بيضربوا عليه نار لكن ملوش تاثير. كابتن بيتدخل وبيحصل قتال عنيف في البيت الابيض. سام بياخده لحد الشجره اللي كان بيروحها مع بيتي وبيفكروا بيها، فبيرجع روس لطبيعته وبيسلم نفسه. ايزايا بياخد براءة وبيخرج من السجن، وسام بيزوره، وروس بيتحبس في سجن الرفض وبيتي بتيجي تزوره. سام بيروح المستشفى يطمن على خواكين اللي بيقول له انه مصدر الهام. ودي كانت نهاية قصتنا. ما تنساش تذكر الله في التعليقات وتشترك في القناة وتعمل لايك.